احنا هنا في الاعتصام اللي قدام مجلس الوزراء، وقابلت مجموعة من الشباب المصري الطاهر النقي، اشكال مصر النظيفة، جت اعتصمت لهم قدام مجلس الوزراء. والناس كلها هنا بتقول كمال الجنزوري مش هيدخل المبنى ده لما تنطبق السما على الارض. وزي ما حضراتكم شايفين كده الناس اهي قاعدة ونايمين ومتغطيين بالبطاطين، الاستاذ ده بيشخر كمان، والخيم اهي، وده الشارع اللي فيه مجلس الوزراء استكمال حتى يرحل المجلس. ماشي، اتعرف بحضرتك؟ معتز. لا والنبي يا استاذ معتز علي صوتك. معتز. انت بتدرس ولا بتشتغل يا استاذ معتز؟ انا بدرس يا ابني علي صوتك، قرب كده وعلي صوتك. بدرس سنة جامعة. بتدرس في كلية ايه؟ في نيو كايرو في تجمع خامس. في ايه؟ نيو كايرو. بتدرس فيها ايه بالظبط؟ نظم تجارة. نظم تجارة. وحضرتك؟ احمد ايه؟ احمد محمد. بتدرس ولا بتشتغل؟ بدري. بتدرس ايه؟ نيو كايرو تجارة برضه. اسامة. ثالثة نظم شورشر اكاديمي. تمام والله. طب يعني انتوا ولاد ناس وبتتعلموا بفلوس ايه يا ابني اللي رماكوا على الغلب ده؟ ومش بلطجية لا. انا مش بلطجية. هات فص برتقال والنبي. حلو. ماشي، قول لي بقى يعني لما انتوا ولاد ناس وبتدرسوا في معاهد خاصة، ها؟ انتوا مش قاعدين هنا عشان فلوس يعني؟ عيشتنا مرتاحة وكل حاجة. بس احنا لو ما جيناش ساعدنا الناس اللي هي عايزة تعتصم صوتهم مش هيوصل. فاحنا لازم نبقى معاهم. انت جاي تساعد؟ جاي اساعد الناس دي. وانت جاي ليه؟ انا حاسس بيهم غيري مش حاسس بيهم خالص. بس هي دي القصة، لأنها لو تكتب لوحدهم بالصوت بتاعهم مش هيوصل خالص. احنا كده عشان بقينا قلة في الميدان وفي الشارع صوتنا مش موصل للمجلس. فاحنا ممكن نضطر ان احنا نفضل الصوت ونبقى ليه؟ علشان قعدتنا ما بتعملش اي حاجه، هو المجلس فرحان بكده، هو المجلس مستنيه اصلا نمشي. احنا ماشيين في فترة توعية ودم الشهداء اللي راحوا دول يعني مش احنا لازم نبقى جنبهم لان هم دمهم ده راح عشاننا. فالله يصبر اهاليهم. الفترة اللي جاية الفترة الجاية ان شاء الله هتبقى فترة توعية. هنفهم الناس احنا قاعدين ليه واحنا بنعمل كده ليه. احنا كل ما بتطلع بره تيجي تركب ميكروباص، تيجي تركب اي حاجة الناس كلها عمالة تتكلم وبيشتموا على التحرير ويقول لك ان دول ناس فاضية وما وراهمش شغل ولا ليه يعني؟ احنا مش محتاجين شغل، احنا يعني بنتعلم واهلنا بيصرفوا علينا. احنا جايين هنا عشان الناس تلاقي، بس احنا عشان في فعلا ناس ماتوا عشاننا عشان حال البلد يتعدل. فاحنا جايين عشان نتخرج نلاقي شغل. عشان ايه؟ نتخرج نلاقي شغل. الشهاده اللي اتخرج مش هلاقي شغل. انا لما اتخرج مش هلاقي شغل. معايا كورسات والحمد لله ومعايا كل حاجه ومش هلاقي شغل. انت هتلاقي شغل ولا مش هتلاقي؟ انا اخويا متخرج بقاله 11 سنه تجاره برضه ومعاه كورس انجليش وكورس ICDL ولحد دلوقتي شغال نجار. تمام. وهي النجاره وحشه؟ لا مش وحشه، بس هو كان عايز يشتغل بشهادته، يعني هو ما اتعلمش ودفع فلوس عشان يشتغل نجار في الاخر. كان يشتغل بقى يعني ما كانش كان اتصارى كده وما دخلش مدارس واشتغل نجار على طول. كان هيبقى افضل من كده، كان زمانه دلوقتي حاجه كبيره في النجاره. واخوك مش في الاعتصام معاك ليه؟ عشان اخويا في شغله هو يعني متجوز بقى وراه مسؤوليات، بس هو بيجي برضه يعني مش سايبنا يعني باستمرار. تمام. وهم في البيت عارفين ان احنا هنا معتصمين عشان. طب انت شايف امتى الاعتصام ده ممكن يتلم؟ تنفيذ المطالب لازم. اهم حاجات عيش، حريه، عداله اجتماعيه. عيش ناس مش لاقينه بيقفوا الافران وبيموتوا عشان يلاقوا. حريه الشباب بقت مترميه في السجون العسكريه الحربيه. عداله اجتماعيه موظف بياخد 200 جنيه، واحد حرامي بياخد مليون جنيه. فين العداله الاجتماعيه؟ مفيش عداله اجتماعيه. دي بقى فين؟ تمام. دي كانت اهم المطالب تنفيذ الثوره. مفيش. ايوه كلمني في الانتخابات، كلمني في الهجاير. انتخابات يا باشا. انا دلوقتي اول خازوق لبسوا الشعب بتاع انتخابات الاستفتاء على الدستور. نعم ولا؟ قص نعم ولا. تمام. الناس كانت بتقول نعم ولا، الناس كانت بتقول نعم ولا، هم مش فاهمين ليه. هم غيروا 4 بنود في الدستور ونزلوا 4 جداد. واحنا ما كناش عايزين كده، احنا كنا عايزين دستور جديد عشان يضمن لنا حقنا ويضمن حق كل مواطن يعني. تمام. لسه واكلين والله يا باشا. كلنا والله كلنا، والله العظيم كلنا. واكلين لسه واكلين. ربنا يخليك، الف شكر. ماشي. هم لسه حاطين اكل. طب خلي يعني خد الكيس لما تجوع يبقى كله. تمام.
فحضرتك اول خازوق لسه الشعب دوت كان انتخابات الاستفتاء بتاع الدستور. الناس كانت بتقول نعم ولا مش فاهمين حاجه، تقول نعم او لا على ماده مش موجوده اصلا ماشي في الاستفتاء. تمام. يقول لك الدين الاسلامي يبقى يقول لك اخواتنا المسلمين هيمسكوا البلد. طب دي مالهاش دعوه بدي خالص، ما كانش الماده اللي بتتكلم عن كده ما كانش نازله اصلا في الدستور. التعديل اللي عملوا القصه دي الاخوان قعدوا يحطوا اعلانات في كل حته، كل نعم عشان البلد تمشي، قال يعني هي البلد مشيت بعد ما قلنا نعم. تمام. الحال مشي، قال يعني مشي. الناس كلها تقول لك لازم نقول نعم وبتاع عشان الحال يمشي والدنيا تبقى كويسه ويلا بقى الحاجات اللي انت عارفها دي. مفيش حاجة، أي حاجة تمت ولا الحال مشي ولا أي حاجة. نيجي انتخابات مجلس الشعب، احنا كنا بنطالب بالدستور الأول الجديد يضمن صلاحيات من أول رئيس الجمهورية لغاية أقل فئة في الشعب. يضمن لكل واحد صلاحيات، كل واحد حده إيه أو يتكلم في إيه. المجلس العسكري عمره طبعا ما هينزل لك دستور جديد الصلاحيات دي كلها، لأن هو كده كانت رايحة تنتخب في الاستفتاء دوت بيقولوا نعم ولا هم مش عارفين بيقولوا نعم ولا على ايه. انا اصحابي متعلمين كانوا بيروحوا يقولوا نعم، بيقول لي ده دستور جديد. انا كنت بقنعهم ان ده مش دستور جديد، ده منزلين 4 بنود ومحدثين 4 بس، هم مقتنعين ده دستور جديد ومقتنعين بكده. بيقولوا نعم ولا هم مش فاهمين حاجه اصلا. بعد كده قلت لا الدستور، لان نعم كده بترقع الدستور. معنى كده ايه الدستور؟ انت كده تمشي على نفس النظام السابق اللي هو كان بنفس الدستور القديم بتاعه. هم عاملين الدستور بتاعهم اكنك جايب جزمه وبتفصلها على مقاسهم، هم كانوا عاملين اكنهم بالظبط دستور بيفصلوه على مزاجهم. انا قلت لا، مش عايز دستور مترقع، انا عايز دستور من اول وجديد. هو ده الاهم. بعد ما قالوا كده الانتخابات ايه اللي حصل بقى بعد ما قالوا ما قالوا نعم؟ لقينا المجلس العسكري منزل ايه؟ 62 بند في دستور مختلف بيدي لنفسه الشرعيه. طيب اونطه في اونطه. هو استفتى حد في المواد اللي هو نزلها ديت؟ لا. طب يبقى احنا رحنا قلنا نعم على ايه؟ بالظبط. ملهاش لازمه. امبارح كان في واحد هنا، امبارح كان في واحد مع ورقه بتاعت الاحزاب، يعني حزب الوفد والاحزاب ديت مختومه من الانتخابات، مختومه. طب ازاي ديت مختومه وطلعت من الانتخابات؟ ما الصوت دوت ممكن يفرق ويغير يعني اجيال كتير في البلد. وطالما ورقه اتختمت يبقى اكيد في اوراق كتير اتختمت. يبقى اكيد في ورق خبر نازل في الجورنال اللي شفناه من شويه بيقول ان المجلس العسكري هينزل مجموعه هي اللي هتعمل الدستور. طب ومجلس الشعب اللي اخترناه ده مجلس الشعب اللي بيعمل ايه؟ هيبقى بلاليص. يبقى فيما معناه ان المجلس العسكري هو ممكن يسلم السلطه. ازاي اصلا في مجلس الشعب واحد فلاح الناس انتخبوه ومسك دخل المجلس، ازاي هو نزل دستور جديد؟ هو اصلا مش فاهم حاجه، هو عايز يصلح حال الناس دي بس هو مش فاهم حاجه. ازاي نزل دستور جديد؟ ده لان بص انت ما بنقدرش نفرق بين الخدمات العامه والاداء البرلماني تحت القبه. احنا فاهمين عضو مجلس الشعب دوت خدمات عامه، يسفلك لي شارع، يحبل لي الجاموسه، الكلام الفارغ ده. انما احنا مش قادرين نفهم ان الوظيفه الاساسيه لعضو مجلس الشعب هي اداؤه البرلماني تحت القبه. لازم يبقى في ناس يعني معدله ومهيئه رسميا ان هي تنزل دستور جديد. الناس دي مش موجوده. احنا عايزين الناس دي. 70% من اللي راحوا انتخبوا خايفين يدفعوا الغرامه اللي هي ال 500 جنيه اللي بيقولوا عليها، ومفيش اصلا اي غرامه. قول لي الغرامه دي هياخدوها ازاي؟ يعني ده اسلوب بلطجه. يا اما تروح الانتخابات يا اما ما تدفع، يا اما تدفع 500 جنيه. ده بلطجه. ده لازم تنتخب غصب عنك. ايه اسلوب البلطجه دي؟ المفروض فين الديمقراطيه؟ فين الديمقراطيه اللي قايلين عليها؟ حريه الراي. كل واحد براحته. لما ضربونا محمد محمود، فين الديمقراطيه؟ انت كده اصلا ما حققتش اي حاجه من الديمقراطيه، انت لسه ضاربني في محمد محمود. فين بقى؟ في قانون بيقول لي حق الاعتصام، اعتصم براحتك. دي انا اعتصم من غير ما نعمل مشاكل، جيت ضربتونا. ما اللي خلانا قفلنا الميدان وخلانا عملنا الكلام ده كله، انت جيت لغايه عندي ضربتني. المصابين واهالي الشوارع كنا بنخش كان الشارع عددهم بالظبط 150 واحد. جم فضوهم. ليه فضوهم؟ دول عاملين لك ازمه، لا قاطعين لك طريق ولا اي حاجه. افرح يا مجلس يا سمكري، قاطع الطريق، قطعنا لك البلد، ما بقاش ليك اي. لا وايه يعني بص الفجر بقى، وبص المخ الوسخ. هم ضربوا كنابل بحوالي 10 مليون دولار اساسا. اللي كان معتصم من اهالي الشهداء جايبين 7 طن اهو. و7 طن ب 10 مليون دولار تاني. احنا قرينا في جورنال ان في 50 مليار جنيه جم لاهل الشهداء. اهل الشهداء لما جم اتجمعوا وراحوا ياخدوا الفلوس ديت، يعني هم ما كانوش بيدوا لهم الفلوس عشان ده حقهم، كانوا بيدوا لهم الفلوس ده عشان يعني بيشحتوها لهم. كانوا بيدوا كل واحد 10000 جنيه. الناس ما عجبهمش الكلام، قعدوا اعتصموا. نزل الامن المركزي جري وراهم، واحده ست كبيره في السن، يعني المفروض دلوقتي يبقى لازم لها احترامها غير الشباب برضو. احنا لنا كلنا حق ان احنا نعتصم، بس لازم يبقى لها حق ان طبعا دي ام في الاول وفي الاخر. جري وراها وضربوها. وبعدين يعني ايه؟ كسروا لها رجليها
طب ليه؟ دي ست كبيره ابنها وبعدين مات، يعني انتوا إيه؟ اللي موتوه. اهل الشت يعوضوا بفلوس، يعني حتى لو 100 مليون جنيه ما ينفعش يتعوضوا، ده لو بفلوس الدنيا كلها ما ينفعش يتعوضوا. الدم ما ينفعش اصلا يتعوض مهما كان الدم. الدم ده مش هيتعوض، الدم ده مش هيتعوض، ولا دم الشهداء اللي راح دوت مش ولا مش هيحس بفلوس بقيمته غير لما البلد تتعدل وحالها يطلع. المهم يبقى إن كده أنا كل واحده ابنها مات تقدر تفرح وتقول ان ابني مات عشان عمل حاجه للبلد، عشان خدم خير. اللي انا شايفه ان المجلس هيسلمها، هيديها السلطه المدنيه في نفس الميعاد اللي هو حدده. بس بقى هينزل لك دستور يديله صلاحياته ان محدش يقدر يتدخل في المجلس ولا يقول له انت سرقت ولا يقول له انت نهبت ولا انت عملت اي حاجه. يبقى الثوره اللي احنا عملناها دي لا مؤاخذه ويبقى ساعتها المجلس دولة أقوى من الدولة، مش دولة جوه دولة. ايوه يبقى ايه؟ دولة فوق الدولة كده. انت هو ماشي بدولة من فوق ومن تحت اللي هي مجلس الشعب والناس دول اللي هم اصلا ما لهمش صلاحيات دولة ثانية. ويعني ايه مجلس الشعب ما ملوش صلاحيات اللي هو ينتقد الحكومة ولا في سلطة مالية ولا ينتقد الحكومة في اي بوظان هم عملوه؟ يعني ايه؟ يعني امال ده مجلس الشعب احنا الناس اللي رايحين ينتجوه على ايه؟ على اي اساس؟ طالما هو ملوش صلاحيات ما هو ولا يشكل حكومة ولا ينتقد الصلاحية في الحكومة في اي اموال. احنا عايزين وعي، مفيش وعي خالص. انت بتركب اي ميكروباص، تركب اي اتوبيس، اي حاجه بتلاقي الناس كلها عماله تشتم في الصوت. القناة الأولى والثانية للاسف وللاسف كل اي حد من الناس اللي بره دي بيجي ينزل الميدان بيقعد مع الناس دي بيتكلم معاهم بيشوف بيقتنع وبيقعد معاهم. هو قاعد في التلفزيون يعني شايف البياعين، شايف المتعور وشايف اللي بيتبادل واللي بيشتموا بعض، شايف صورة مغلوطة، شايف افكار غلط. انا لما بكلم واحد بقول له انا كنت معتصم في الميدان اول امبارح مثلا، بيبص على منظري يقول لي كلها بلطجيه، انت ايه اللي موديك هناك؟ ما جاش هو وشاف. التلفزيون المصري تيجي تقول له روح بص على الناس اللي قاعده هناك يقول لك لا ده في ضرب هناك وقله ادب. هو التلفزيون ما جاش هنا وشاف الناس بتعمل ايه، ما شافش الحب اللي هنا. انا بخرج بره الميدان ما بلاقيش الحب اللي بشوفه هنا. هنا الناس متكاتفه تلاقي اشكال ضالة. الناس هنا متكاتفه مع بعضيها. انا عارف يوم ما يجرى لي حاجه هلاقي اللي يشيلني، هلاقي اللي يخلي باله مني. هنا ما بره ما فيش الكلام ده. والله انا بخرج بره جمهوريه ثانيه. تحب تشكر الحكومة على ايه؟ على حاجة واحدة، هما بجد قدروا يجمعونا اللي احنا نتقلب ضدهم، وقدروا اللي هم يجمعوا الشباب كلهم عليهم، وقدروا كمان اللي هم يعلمونا حاجة بجد الجراءة، قدروا وعلمونا قلة بذكائهم ولا الأدب. قدروا بذكائهم؟ ده بغبائهم، بغبائهم بقى اللي هم في قلبهم خلونا باللي كانوا بيعملوه. عندنا برضه. والميدان تبقى معدي، انا طالب جامعي كنت ابقى معدي يشوف بطاقتي ويشوف الكارنيه بتاع الجامعه، راجع من الجامعه ياخد مني فلوس. ياخد مني فلوس ليه؟ هو يا كده يا اما اركب معاه. طب انا بدفع فلوس على ايه ده دلوقتي؟ مين ده اللي بيوقفك وياخد منك فلوس؟ امين شرطة؟ امين شرطه. شرطه ملوش لازمه معاه يركبوا اي عدديه. حد، بيمضوا اي حد انا على اي انضف منه ب100 مره، بينط علينا عشان خاطر بقى امين شرطه وبقى ليه صلاحيات ان هو طيب اخر سؤال يا جماعه، عايزك تقول لميدان العباسيه كلمه واحده. يا اهالينا انضموا لينا بس. لميدان العباسيه كلمه واحده. ربنا معاكم وان شاء الله ان احنا نصلح حال البلد دي. العباسيه تقول لهم كلمه واحده. والله العظيم. والله والله خلي عنهم واحد فرصة او يجوا ينضموا لينا بس يشوفوا، بس يتفاهموا معانا. لقونا غلط يفهموا هو مفهوم السياسه ايه، غير ان موضوع بنتكلم فيه اهم حاجه ان احنا نطلع هو حاجة اي حد بره الميدان شايف ان الثوره دي غلط، بس لو جه وعاش مع الناس ديت وشاف الناس ديت بتتكلم في ايه وعايزين ايه، هتبقى البلد كلها في التحرير، تبقى البلد كلها عايزه ثوره جديده. يتكلم اي حد منهم اللي في دماغهم حتى لو انت اقنعته